متابعينا ومتابعين القناه الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ في اخر مباراه واخر مباريات الدوري الانجليزي الممتاز النهارده جينا عشان نشكركم وعشان نقول لكم الف الف شكر على دعمكم لينا طول السنين اللي فاتت، تقريبا 5 سنين من ساعه ما بدينا القناه، ونشكركم جدا جدا على دعمكم لينا. وناس كتير جدا ربنا يكرمها بصراحه يعني دعمتنا، فالف الف شكر. والنهارده طبعا اليوم الاخير للدوري الانجليزي، كنا عايزين نقول برضو ايه الاحداث النهائيه وايه اللي حصل، مين الفرق اللي هبطت، محمد صلاح عمل ايه النهارده في مباراه ساوثهامبتون. معانا دلوقتي الكابتن عمرو برضو عشان ايه هيقول لنا النتائج ان شاء الله. اتفضل يا كابتن عمرو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي مشاهدين قناه خطابيط الكوره، اهلا وسهلا بكم. النهارده اليوم الاخير هبط بطل الدوري الانجليزي في 2016 ليستر سيتي برغم من فوزه 2-1 على ويست هام، ولكن ايفرتون الفريق العريق وديربي الميرسيسايد مع ليفربول والحائز على الدوري 9 ألقاب قبل كده قدر ان هو يفوز 1-0 على بورنموث عشان يبقى ويهبط كل من ليدز يونايتد اللي هبط بعد ما صعد من سنتين مع المدرب الكبير الارجنتيني بيلسيا. طبعا كده هبط كل من ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي. هنشوف مين اللي هيقدر منهم العام القادم يقدر يرجع تاني. ليستر سيتي عنده اداره كويسه وعنده امكانيات اللي هو يقدر يرجع ويقدر يصرف ويرجع مره اخرى، هنشوف ده يتحقق ولا لا. طب بالنسبه للكابتن محمد صلاح النهارده عمل ايه في اخر مباراه ليه في الدوري الانجليزي النهارده؟ والله محمد صلاح للاسف كان عايز يسجل الهدف ال20 ليه عشان يبقى جايب 20 جون في كل مواسم اللي لعبها مع ليفربول، لكن للاسف ما كانش معاه حظ. جاب كوره في العارضه والحارس ماما ساوثهامبتون قدر يصد منه كذا كوره، ولكن عمل هدف لدييجو جوتا عشان يتعادلوا مع ساوثهامبتون 4-4 في مباراه ممتعه. ولكن المباراه بتبين ان ليفربول محتاج صفقات كتير جدا، محتاج صفقات على المستوى الاساسي والمستوى الاحتياطي. لعيبه كتير جدا لا تستحق ان هي تلعب مع ليفربول للاسف. جوميز، حتى الحارس كيرلر من كتر ما هو ما بيلعبش مستواه نزل جدا. لعيبه كتير عايز تمشي، ولازم ليفربول يتعاقد مع لعيبه كتير سواء اساسيه او لعيبه تكون دكه ليه عشان يقدر ينافس على كل البطولات زي ما بيعمل مانشستر سيتي، زي ما نيوكاسل بقى بيعمل، زي ما مانشستر يونايتد وارسنال. كل الفرق بتدفع وتدعم عشان تقدر تنافس على كل الجبهات. ليفربول العام القادم هيلعب في اليوروبا ليج، محتاج يدعم برضه عشان يقدر ينافس على الدوري. البطوله هتكون الاهم في لليفربول العام القادم. المقدمه طبعا زي ما هي، السيتي الاول، اليونايتد فاز النهارده على فولهام 2-1، وارسنال فاز 5، ونيوكاسل اتعادل مع تشيلسي. فهي دي كانت معظم النتائج. زي ما قلنا هبط ليدز وليستر سيتي وساوثهامبتون. طبعا احنا عارفين ان صعد شيفيلد يونايتد وليتوين تاون للعام القادم. اتمنى يا رب نكون اسعدناكم في التحليلات السابقه وفي الفيديوهات السابقه، وبرضه يا رب تفضلوا تدعمونا ان شاء الله لغايه ما نوصل بيكم للمليون. والف الف شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.